السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. يلا بقى النهاردة كده هنعمل بقى حلويات كده سريعة. الجلاش بالعسل بجد سهل جدا وسريع ومش هياخد معاك اي وقت خالص، وحاجة حلوة للولاد كده وهتعجبهم جدا. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا هنزلها، وان شاء الله قناتنا تكبر بيكم. اول حاجه طبعا بعملها قبل ما ابتدي اللي انا اعمل اصلا الجلاش، اهم حاجه العسل. ولما نيجي نظبط العسل ما نتقلوش خالص، يعني ولا نخليه تقيل ولا هو خفيف، عشان الحلويات معانا تطلع مظبوطه. وطبعا الجلاش كده، صينيه الجلاش هتاخد معاكي كوبايتين من السكر وكوبايتين من الميه ونص ليمونه وكيس فانيليا، وهتبقى معاكي حلوة جدا. وهنرفع بقى ده كله على النار عشان يتعمل معانا كده ويتقل، وزي ما قلت لكم ولا عايزينه تقيل ولا عايزينه خفيف، ويبقى مظبوط معانا قوي عشان يظبط معانا الحلويات. اذا كانت بقى كنافة، اذا كان جلاش، بسبوسة، اي نوع من انواع الحلويات لازم تظبطي الشربات عشان يطلع معاكي الحلويات مظبوطة. انا دلوقتي هعمل صينيتين، صينيه بالمكسرات، وطبعا انا بحب بقى اي نوع مكسرات بتحبيها تحطيه، بس انا عن نفسي بحب جوز الهند والسوداني، بحبه او بحب احشيه كده جدا. وطبعا نوع المكسرات ده اللي يريحك حطيه، او الحاجه اللي انت بتحبيها والولاد بيحبوها احشي بيها الجلاش. النهارده بقى هنعمله سهل وسريع، وفعلا فعلا مش هياخد معاك اي وقت خالص. هنجيب بقى كده السمنه، اهم حاجه السمنه، السمنه هي اللي بتدي طعم للجلاش حلوه قوي. بصوا بقى، يعني الجلاش كده عايزك تحطي سمنه وما تستخسريش. طبعا بيشرب اللي بيشربه بقى كده وبيقرمش كده معاكي وبيبقى حلو قوي. وطبعا الجلاش لما يجي يخرج معانا من الفرن ما نسقهوش وهو سخن، هيطرى منك. طبعا احنا عايزينه مقرمش كده ويبقى حلو، فلازم نسقيه وهو بارد. طبعا احنا عملنا بقى العسل زي ما قلت لكم. الشربات للجلاش طبعا كوبايتين سكر وكوبايتين ميه وكيس فانيليا وعصره ليمون. لكن انا هنا عملت طبعا ايه، 4 كوبايات سكر و4 كوبايات ميه ونص ليمونه وكيسين من الفانيليا، وخلاص كده الشربات جاهز معايا. انا دايما بعمل الشربات للحلويات واسيبه كده، احطه في برطمانات واحطه في التلاجة. اي وقت اجي اعمل فيها الحلويات خلاص يبقى الشربات جاهز معايا، ويبقى خلاص الحاجه تخلص معايا بسهوله وما تاخدش معايا وقت خالص. اول حاجه طبعا الصينيه الاولانيه بقى اللي انا بعشقها، الصوابع كده اللي احنا بقى بنعملها بتبقى محشيه بقى زي ما قلت لكم مكسرات. انا هنا بقى حطيت جوز الهند والسوداني، يا سلام بتبقى عظمه. انا بعشق فعلا فعلا الجلاش اللي هو الصوابع ده، بحبه جدا. وطبعا الجلاش بيتعمل بكذا طريقه، بس انا هعمله معاكم النهارده بطريقتين، والطريقتين اسهل واحلى واجمل من بعض. زي ما انتوا شايفين بحط طبعا سمنه، لازم السمنه البلدي كده بقى بتدي طعم للجلاش حلو قوي. وبعد كده نحط بقى نحشيها جوز الهند وكمان سوداني، وخلاص كده ونعمل بقى الرول زي ما انتوا شايفين، صوابع كده بنفس الشكل ده. وهنبتدي بقى نحطه في الصينية. دي اول طريقة للجلاش لحد ما نخلص لفة الجلاش كلها. احنا بنحط يعني عايزه هي بتحطي رقين وبتتنيهم كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بتبتدي اللي انت تحطي سوداني ونحط كمان جوز الهند والسمنه، ونبتدي اللي احنا نعمل الرول زي ما انتوا شايفين بنفس الشكل ده، ونحطه بقى في الصينيه. وطبعا الصينيه لازم نكون دهنينها من السمنه، يعني لازم الصينية تكون مدهونة. وخلاص هخلص كل الكمية بنفس الطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده. بجيب قطعتين من الجلاش زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي اللي انا احط سمنة وجوز الهند والسوداني واعملها زي الرول كده، وابتدي الصوابع وابتدي اللي انا احطها في الصينية. بعد كده قبل ما نحطها في الفرن هنبتدي اللي احنا نقطعها. طبعا الصوابع بقى دي مقدار، يعني ايه، ولا تخلي الصباع كبير قوي ولا صغير قوي، تبتدي اللي انت بقى تقطعي بحيث ان من الصوابع ما تبقاش ولا كبيره ولا صغيره. هنقطعها بقى قبل ما ندخلها الفرن عند فرن على درجه حراره 180 لحد ما تاخد معانا اللون الذهبي. وخلاص كده هتبقى جاهزه معانا والشربات جاهز معانا. واسقيها بقى بالشربات ويا سلام على الجمال، بتبقى حلوه قوي قوي. خلاص انا هنا بقى بقطع الصوابع زي ما انتوا شايفين كده بنفس الشكل ده. وخلاص درجة الفرن زي ما قلت لكم 180، وهنبتدي اللي احنا ندخل الصينية لحد ما تاخد معانا اللون الذهبي. شايفين بقى اول صينية خلصت معانا وما خدتش معانا وقت ازاي؟
وبسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بجد هتطلع معانا زي العسل. وخلاص كده احنا قطعنا بقى الصوابع بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنبتدي بقى اللي احنا نحط السمنة على الوش. وطبعا هي السمنة هي حلاوة الجلاش، وهو مسقي بالسمنة البلدي بيبقى طعمه بجد حكاية، ولا الكنافة كمان نفس الحكاية. وخلاص كده شربناها بقى بالسمنة زي ما انتوا شايفين بنفس الشكل ده، وهنبتدي بقى نحطها في الفرن. وطبعا كنت مسخنة الفرن وهو كده جاهز ان هو بس نحط فيه صينية الجلاش، تاخد معانا اللون الذهبي وتبتدي اللي هي تخرج من الفرن وتبقى جاهزة معانا، اللي احنا يا دوب بس نسقيها بالعسل. دي بقى الصينية التانية. انا الولاد هنا بقى بيحبوا الصينية دي ليه؟ لان ما بيحبوش اصلا المكسرات في صينية الجلاش، هم عايزينها سادة كده، يا دوب بس مسقية بالشربات وخلاص، بيحبوها جدا كده. فقلت كمان اعمل لهم صينيه كده، دي برضو سهله جدا وسريعه ومش تاخد معاكي وقت خالص. وطبعا انت ممكن تحشي مكسرات، ممكن تحشيها مهلبيه، بالطريقه اللي تريحك اعمليها. بس هنا الولاد بيحبوها ساده كده، ما بيحبوش جواها اي مكسرات. فطبعا لازم بقى نرضي جميع الاطراف، انا بحبها بالمكسرات فعملت الصوابع، هما بيحبوها ساده فعملتها لهم عاديه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بنحط رقين رقين برضو في صينيه الجلاش، ونبتدي برضو اللي احنا ندهنها بالسمنه، كل رقين هندهنها بالسمنه. دي اسهل صينيه جلاش ممكن تعمليها للولاد لو هما ما بيحبوش اصلا المكسرات، او الجلاش مثلا يبقى محشي باي حاجه. دي هتبقى اسهل حاجه ممكن تعمليها. يا دوب بس تجيبي الجلاش وتاخدي رقين رقين تحطيهم وتدهني بالسمنه، وتحطي رقين تاني وتدهني بالسمنه لحد ما الصينيه كلها تخلص معاكي. ونبتدي بقى اللي احنا نقطعها مربعات، عايزه بقى تقطعيها مثلثات براحتك، بس هنا هتبتدي برضو اللي احنا نقطعها مربعات وخلاص كده. وهندهنها برضو من على الوش بالسمنه بعد ما نقطعها، ونبتدي بقى اللي احنا ندخلها الفرن. برضو هتاخد معانا اللون الذهبي وهتطلع معانا جاهزه، يا دوب برضو اللي احنا نسقيها بالشربات. وزي ما قلت لكم لو الولاد ما بيحبوش الجلاش او كنافه او اي حاجه زي كده محشيه، دي اسهل طريقه للجلاش ممكن تعمليها للولاد. وطبعا يعني معظم الولاد ما بيحبوش الجلاش والحاجات دي كلها تبقى محشيه اي مكسرات. خلاص كده خلصت معانا صينيه الجلاش، وابتديت اللي انا قطعتها مربعات زي ما انتم شايفين كده، وهدهنها من على الوش برضو بالسمنه البلدي، وهبتدي بقى اللي انا ادخلها الفرن. وبرضو هتدخل معايا الفرن على درجه حراره 180 لحد ما تاخد برضو معايا اللون الذهبي وخلاص، وهتبقى جاهزه معايا وهتطلع معايا زي العسل، يا دوب بس اللي انا اسقيها بالعسل زي ما قلت لكم. وشايفين بقى عملنا الصينيتين وما خدوش معانا وقت خالص، وخلصوا معانا بكل سهوله، وبجد صينيتين حاجه كده عظمه. كانوا هنا بقى خرجوا معايا من الفرن، شايفين اصلا خدوا معايا لون ذهبي حلو ازاي. واوعي تسقوا الجلاش اول ما يخرج معاكي من الفرن، لازم يبرد خالص، عشان لو سقيتيه اول ما يخرج من الفرن وهو سخن هيطرى منك كده ومش هيبقى حلو. طبعا الجلاش بيتحب كده مقرمش، وهيبقى مقرمش معاكي من بره وطري من جوه، ويا سلام على الجمال. ولا الصوابع كمان المحشيه دي زي ما انتوا شايفين كده بتبقى حلوه قوي قوي، محشيه بقى كده مكسرات بقى مع العسل، يا سلام. نبتدي بقى كده نسقي صواني الجلاش بقى بعد ما تخرج من الفرن زي ما انتوا شايفين، وكمان تاخد معانا اللون الذهبي. شايفين اصلا واخده لون ذهبي حلو جدا، ولا فتحت عليها شوايه ولا اي حاجه. هي بس هنحطها في الفرن على درجه حراره 180 وهتاخد اللون العظمه ده. شايفين كمان الصينيه بقى المربعات القطعه بقطعتها ازاي زي ما انتوا شايفين كده، وسقيتها بقى بالعسل، يا سلام على الجمال، حلو قوي قوي. وطبعا مقدار السكر نفس مقدار الميه زي ما قلت لكم. وكمان هنا بقى الصينية التانية العظمة دي اللي هي بقى الصوابع، برضه هنسقيها بالشربات، وهتبقى بقى كده شاربة بقى كده من الشربات، تيجي بقى تاكليها تلاقيها بقى كده مقرمشة مع العسل بقى كده نازل منها والمكسرات اللي جواها، يا سيدي على الجمال، حلوة قوي قوي. خلاص كنت سقيتها كمان هنا بالشربات، وابتديت بقى اللي انا اخد الصوابع كده احطها بقى في طبق كبير زي ما انتوا شايفين، وخلاص كده جاهزة معانا وبألف هنا وشفا على اللي هياكل. شايفين عملنا صينيتين جلاش، صينيه صوابع بالمكسرات. لو ولادك ما بيحبوش المكسرات تعملي لهم بقى الصينيه العاديه دي، وهتبقى حلوه قوي قوي. بصوا بقى انتوا عايزين بقى تحشوا مكسرات، عايزين تحشوا كاستر، عايزين تحشوا مهلبيه، براحتكم. بس بجد قومي بقى اعملي لهم كده صينيه جلاش عظمه، واكليهم وفرحيهم، وربنا يا رب يخليكي ليهم. زي ما انتوا شايفين كده شكل اصلا الجلاش الصوابع حلو ازاي، وشارب بقى من العسل كده والمكسرات بقى من جوه، وبسم الله ما شاء الله حلو جدا جدا.
لو وصلتِ بقى معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسيليش في لايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو أنا هانزّله، لو أنتِ من اليوتيوب، لو أنتِ بقى من الفيسبوك ما تنسيش تعملي لي متابعة. شايفين بقى شكل الجلاش يفتح النِفس إزاي وخلاص واتعمل معانا بكل سهولة وعملنا كمان الصينيتين وما خدتش معانا أي وقت خالص، وطبعًا زي ما قُلت لِك الحشوة اللي بتحبيه احشي بيه، وخلاص كده ابتديت بقى اللي أنا أقدّمه في الأطباق بنفس الشكل ده، شايفين بقى مقرمش من برّه وطري من جوّه وحلو جدًا، جدًا. وإن شاء الله بإذن الله نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير، ونعمل مع بعض أحلى الأكلات وأحلى الوصفات. هنا خلاص كنت بابتدي بقى اللي أنا آخده كمان من الصينية أقدّمه كده بنفس الشكل ده، واللي حابب بقى حاجة ياكلها، عايزين بقى من ده ياكلوا، عايزين من ده ياكلوا براحتهم. فعلًا كان طعمه حلو جدًا، جدًا وعجب الولاد أوي. وطبعًا زي ما أنا قُلت لكم أهم حاجة تبقى درجة الفرن درجة الحرارة مش عالية، عشان ما تحرقش معاكِ الجلاش من تحت، لأ إحنا عايزين ياخد لون دهبي من تحت ومن فوق عشان ما يمررش منِّك، وكمان أهم حاجة تضبطي الشربات عشان الشربات هو اللي هيضبط معاكِ أي نوع حلويات. وطبعًا لمّا الجلاش يطلع معانا من الفرن ما نسقيهوش وهو سخن، لازم يبرد معانا عشان يقرمش كده مننا، لكن أنتِ لو سقيتيه وهو سخن هيطرى منِّك ومش هيبقى حلو. وكده خلاص عملنا الصينيتين الاتنين زي ما قُلت لكم أسهل وأحلى وأجمل من بعض، وحاجة حلوة كده للولاد ياكلوها وهُم بيذاكروا، ياكلوها بعد الأكل وبألف هنا وشفا. وإن شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير، وأشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.